زخم معرفي كبير جدا، ولكن كان في دراما. فقدنا سميحة أيوب سيدة المسرح العربي، كانت عمل لها فيلم رائع جدا، ومش فيلم تسجيلي، كان فيلم شورت فيتشر بشكل كبير وخد جوائز. نفس الشيء الأستاذ أيمن كتب معك عنها كتاب كان السنة الماضية مذكرتها، وكان في احتفال. المبدعين هدول في عالمنا، ومصر طبعا قلعة الإبداع، وستظل كذلك بالنسبة للإبداع العربي الصميم الأصيل الفطري الغير مستعجل، الغير مش 3 أيام في الساحل والحاجات دي، يعني مش شغلات سريعة. إتقان العمل ده يذكرنا. أنا يعني برفض إن أنا أشبه علي إسماعيل بأنه بيتهوفن، ولكن أتصور إنه زرياب هذا العصر، زرياب بشكل إنه متعدد الأبعاد، متعدد التأليف، اللحن، التوزيع، الإيقاع، أشياء كثيرة، قيادة الأوركسترا، هذا الإبداع المتعدد الإبداع. طبعا فرقة رضا دي بالنسبة لي، أنا كنت أتمنى الأستاذة فريدة فهمي وهي على قيد الحياة، الله يعطيها الصحة والعافية، يعني أيقونة. يعني أعتقد عيد ميلادها 83 أو 84 في هذه السنة. أتمنى أن تنال من التكريم ما تستحق. هاي فرقة رضا، يعني أنا يعني من عشاق فرقة رضا، وتربينا على هذا الأعمال العظيمة. شاهدت في العيد الجامعة الأمريكية، خريجين الجامعة الأمريكية عاملين عرض لفرقة رضا رائع جدا بمستوى الألومناي. مع احترام الفرقة الآن مستواها، طبعا حندخل في المنتج الثقافي واقتصاديات الإبداع واقتصاديات السوق، حندخل في مشاكل كثيرة. لكن أنا بشكر الأستاذ الدكتور أشرف، الأستاذ أشرف، ولكن المايسترو ادانا درس اليوم صراحة. 6 شهور عشان يعملوا نوت، الآن بيعملوها في 6 ثواني و6 دقائق، بس ما بتطلعش بنفس الروح بتاع علي إسماعيل والمبدعين أمثال علي إسماعيل. شكرا لك.